السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. غادي نحكي لكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه 26 مسلسل جرح قديم. قبل ما نبدا، لك انتم اول مره كتشوفوا قناه ايمان شانيل اوفيسيال، نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. الحلقه الماضيه سالت لينا فاش سليم جاب البوليس ودخلوا للدار، وهنا لقاو طام ونادير في بيت النعاس. غادي نشوفوا اصدقائي سليم اللي غادي يقول لهم صافي حصلتو، وغادي يبدا يقول الحديوي ها انت كتشوف الشاف. البوليس غادي يبداو يقلبوا في هذاك البيت وغادي يلقاو الحوايج ديال نادير، حيت طام غادي تقول لهم الشاف راه ما كاين والو، راه غير فهمت فينا غلط، وغادي تقول ليه بلي هي اصلا كانت غاديه تسافر. وهنا اصدقائي غادي تقول لحديوي بلي هي راه اتصلت بيه وما جاوبهاش حيت كانت خايفه وعيطات على نادير. هنا الحديوي غادي يقول لهم غادي تمشيو كاملين المركز يستمعوا ليهم الجميع. غنشوفوا اصدقائي بلي الخطه ديال الباتول ما غاديش تنجح ليها، لان طام اول حاجه اتصلت بالحديوي وكان الرقم يعني غادي يطلع عنده هو، ما جاوبهاش في هذاك الوقيته اللي هما قالوا راه كان عندها في الدار. غتعاود ليه وغتقول ليه بلي راه جميله جات لعندها وقالت ليها بلي راه كاينين شي ناس اللي غادي يصفيوها لك، وبما ان هي خافت عيطات على نادير. وغنشوف اصدقائي كذلك غتقول ليه كاينين الكاميرات في الدار، ملي غادي يديروا تفريغ لهذوك الكاميرات غادي تبان لهم جميله فاش كانت كتسلل ودخلات البيت النعاس. وهنا فين غنشوف اصدقائي بلي جميله غادي يحضروها. جميله غادي تقول لهم اي فعلا هادشي كاين، لان غادي يواجهوها بالادله. مهم اصدقائي كاين كذلك انها حجزات تذكره ديال الطياره انها غادي تمشي تسافر. هنا اصدقائي غادي نشوفوا بلي جميله هي اصلا كتخاف من الباتول بزاف، حيت كتخاف من داكشي ديال الشعوذه. غادي يقولوا ليها شكون اللي صيفطك، وهي ما غاديش تعترف على الباتول، غادي تسكت، ما غاديش تجبد لهم الباتول. مهم اصدقائي غادي نشوفوا بلي طام ونادير ما غاديش يتشدوا في هاد التهمه هذه. هنا طام غادي تقول لسليم هنا فين غادي نساليو صافي حتى شي واحد ما يبقى يقرب الاخر، وغادي تقول لي غادي تخرج ليا من الدار ديالي ملي وصلت بك الدرجه لهذا الشيء هذا، وانت كتعرفني مزيان وما يمكنش ندير بحال هذا الشيء. صافي غادي نشوفوا اصدقائي بلي الخطه ديال الباتول ما غاديش تنجح ليها، لان الباتول النهايه ديالها غادي تكون واحد النهايه اللي هي مأساويه، حيت البوليس فيما كيقربوا يشدوها كتقدر انها تفلت. مهم اصدقائي غادي نشوفوا في هذه الحلقه كذلك باللي تهامي فاش قال ليه الطبيب ان يعني الذات ديالك تجاوب مع العلاج، يعني كل واحد والذات ديالو في اي لحظه يقدر انك تشوف. غنشوفوا اصدقائي بلي فعلا تهامي غادي يتبع هذاك العلاج وغادي يرجع البصر ديالو، بلي غادي يولي كيتشوف، غادي يشوف شاديه وغادي يعرف بلي عندها داك التشوه في وجهها. وهذا الشيء علاش غادي يفهم اصدقائي، هادشي علاش ان شاديه ما كتبغي حتى شي واحد يخدم معاهم في الدار من غير رشيد، حيت رشيد عائلتها وعارفها وشايفها، هذاك يعني كتزعم قدامه تبين وجهها. هنا غادي يدير راسو بلي راه ما كيشوفش، وغادي يشوف شاديه واش غادي ترجع الثقه في راسها وتحكي ليه كل شيء. وغنشوف اصدقائي بلي فعلا غادي تظاهر بلي هو ما بقاش ما كيشوفش، حيت هي فاش عاود ليها وقال ليها راه الطبيب قال لي راه قدرت يعني في اي لحظه تولي تشوف، ما عجبهاش الحال. صافي غادي نشوف اصدقائي مع الوقت بلي شاديه غادي تقبل راسها، وهنا غادي تجلس وغادي تعاود لتهامي كل شيء، حيت غادي يجبد ليها تاني الموضوع ديال الزواج. وفاش غادي يبداو يتكلموا في الزواج هي يقول لها علاش ما بغيتيش توافقيه، هي غادي تقول ليه السبب وغتقول ليه بلي راه وجهها مشوه. ولكن هنا اصدقائي غنشوفوا تهامي اللي غادي يفاجئها ملي غادي يقول لها هو راه شايفها. هنا غتصدم وتقول لي علاش درتي بحال هكا،
وهنا تهامي غادي يفسر ليها، يقول لها انا بغيتك نتيا اللي تعاودي ليا تكون عندك الثقه في راسك. المهم اصدقائي غنشوفوا رشيد اللي داك العلاج غادي يبدا يتجاوب مع العلاج، حيت غنشوفوا بلال اللي غادي يجي تاني تعرض ليه يعني في قدام الدار، وغادي يقول ليه غادي تعطيني الفلوس. ولكن هاد المره رشيد ما غاديش يسكت البلال، حيت بلال غادي يتصدم في رشيد غادي يبدا يدابز معاه ولدرجه ان غادي يضربوا اللي يعني اليدو. في هذيك اللحظه غادي تكون طام جايه هي وشيماء وريان، غادي يكونوا جايين، وغادي ريان غيبان ليه باباه كيدابز، غادي يجي يجري باش يفكهم. هنا غنشوفوهم كاملين غادي يكونوا خارجين باش يفكوهم، وغتكون حاضره حتى ايمان غادي تتفاجئ، غتقول كيفاش رشيد ولا كيدافع على راسو ما بقاش كيخاف. في نفس الوقت غادي يعجبها الحال ان رشيد ولا كيدافع على راسو، وحتى ان ما غاديش يبقى يدير داكشي اللي كتقول ليه ايمان، ماشي اي حاجه قالها ليها قالتها ليه كيديرها. المهم اصدقائي فاش غادي نشوفوا الباتول بلي الخطه ديالها فشلات ليها، هنا غتقول بلال خصنا نلقاو شي حل، هذه كيف ما درنا معاها وحله، اي حاجه درناها ليها ما كتصدقش. هنا غتقول لي خصنا نلقاو شي طريقه واحده اخرى، هذه خصنا نحيدوها من طريقنا، ما يمكنش انها تبقى. ولكن اصدقائي غادي نشوفوا باللي طام فاش كانت حجزات طياره باش تسافر، هنا اصدقائي ما غاديش تمشي مازال، حيت غادي تعرف باللي جميله كانت غير كتكذب عليها، وحتى انها ما غاديش تبغي تمشي تخلي ولاد اختها. لان اصدقائي غادي نشوفوا مازال في الاخير باللي شيماء وريان اللي غادي تكلف بهم هي طام، واخا ان بلال جا خداهم ليها، ولكن هي اللي غتكلف بهم مازال في النهايه. مهم اصدقائي هادو بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه 26 من مسلسلكم الشيق والجميل جرح قديم. شكرا لكم بزاف اصدقائي على الوفاء ديالكم وعلى الدعم ديالكم. مهم اصدقائي كانوا هادو بعض الاحداث من مسلسلكم الشيق جرح قديم. شكرا لكم بزاف على الوفاء ديالكم والدعم ديالكم والثقه ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناه ايمان شانيل اوفيسيال، نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم، الف مرحبا في قناتي، قناة ايمان شانيل اوفيسيال، اللي دائما غتجيب لكم احداث وحلقات المسلسلات المغربيه اللي كنشوفوهم على القناه الاولى والقناه الثانيه. السلام عليكم، الى اللقاء وتبارك الله عليكم. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء اصدقائي ومع السلامه.